كل سنة قبل شم النسيم لازم نتجمع ونعمل البريوش أو فطاير الربيع. البريوش المصري هو التطور بتاع عيش الشامو الفرعوني. المصريين حديثا أخدوا الاسم من البريوش الفرنساوي، لكن مازال بمكونات زمان. كل شكل من أشكال البريوش بيرمز لحاجة: الحلزوني لدورة الحياة، والضفيرة لترابط العائلة، وسنابل القمح. والسنة دي ماما هي اللي هتعمل معاكم البريوش بالطريقة اللي بنعملها كل سنة. هنجيب كوباية وربع مية دافية وهدوب فيها 3 معالق كبار لبن بودرة. هجيب بقى 3 بيضات في درجة حرارة الغرفة، احط لها 2 كيس فانيليا، وهحط اللبن والبيض ورشة ملح وملعقة ونص خميرة. هجيب نص ملعقة كبيرة بيكنج باودر واحط معاهم كوباية سمنة 200 جرام. هضيف لهم بقى كيلو دقيق وربع كوب ماء دافئ للعجن. اهم حاجه ان احنا لازم نعجن كويس جدا. نجاح البريوش بيعتمد على العجن الكويس، يعني ممكن نعجن لمده 10 دقائق. لو احتاجت دقيق العجينه بضيف لها دقيق، لو احتاجت لبن بضيف لها لبن. بعد ما عجنا العجينه كويس هنسيبها تخمر مده ساعتين مثلا، او حتى لو ما تخلصي اللي في ايديكي يعني مش هيحصل لها حاجه. هنبتدي بقى نشكل في العجينه، نقسمها لكور، بعد كده نفردها ونحشيها بالزبيب ونقفل عليها كويس. وبعد كده بقى هنلفها. ممكن ان احنا بعد كده نعملها على شكل ضفيرة كمان، بتبقى حلوة، او في شكل كمان تشوفوه معايا دلوقتي اللي هو بنحط دايرة وبس بنلف الدايرة دي الحلزونة دي على البيض. ندهن الوش بقى بلبن متدوب فيه حبة نسكافيه بسيط قوي كده. بعد ما ندهن بنرش بقى بسكر السنترفيش، السكر بتاع الشاي العادي ده، بنرش بقى رشة حلوة كده. وبعد كده بقى بنسويها في فرن، يعني حرارة فوق المتوسط، بتقعد من ربع ساعة لتلت ساعة لغاية ما تلاقي الوش احمر. بعد ما بتطلع بنرشها برشاش فيه مية نظيفة، نغطيها بس كده وبالهنا والشفا. تسلم ايدك يا ماما. شوفولي بقى الحلاوة والطراوة، انا خلصت 2 في الفيديو لوحدي. جربوها هتدعولي. السلام عليكم.